السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب نوجة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطة كده كلنا بنحبها. السلطة دي اسمها سلطة بابا غنوج، ممكن نعملها جنب المشويات وممكن نعملها جنب الفراخ المشوية. هنعملها بطريقة حلوة قوي، وهقول لكم على مكون رئيسي بنضيفه للوصفة بيخليها طعمها حلو ولونها جميل زي ما انتم شايفينها كده. خليكم مع الوصفة، بس ما تنسوش الاشتراك واللايك للفيديو لو عجبكم. اول حاجه معايا 3 بتنجانات، اي بقى كميه بتنجان انت تفضليها. طبعا وانت بتشتري البتنجان حاولي تشتري البتنجان الطازه، لان كل ده بيفرق معاكي في الطعم. معايا 3 حبات من البتنجان، عليهم قرنين 2 فلفل، انا واخده واحد حامي وواحد بارد. واخد كمان مكون رئيسي ده هيفرق معاكي في لون البابا غنوج والطعم كمان. هناخد جزرايه بالشكل ده بتقطعيها يعني 3/4، وبتحطيها تشويها مع البتنجان وبتشويها مع الفلفل. هنحطهم بقى في صينيه وتحطها في الفرن لحد ما يتشووا معاك ويستووا خالص، يا اما ممكن تشويهم على عين البوتاجاز نفسها برضو وتحطهم في صينيه. في ناس بتشوي على عين البوتاجاز كده بس ده بيبهدل الدنيا، بس احسن حاجه حطهم في صينيه وكل شويه تقلبيهم لحد ما يستووا معاكي خالص. وطبعا الفلفل بتاعنا ما بياخدش سوا، يمكن ده اول حاجه بشيله من على النار. هشويهم بقى واقول لكم على طريقه البابا غنوج بتاعتنا واقول لكم هنعملها ازاي. كده خلاص شوينا البتنجان وشوينا الجزر وشوينا الفلفل لحد ما بقى طري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. لو بتشويه على في الفرن هيستوي معاكم ويبقى حلو قوي، لكن على البوتاجاز كل شويه لازم تقلبيه عشان ما يتحرقش معاكي. هنشيل بقى القشره السوداء من عليه وننضفه خالص، عشان القشره السوداء دي طبعا بتديله مرار. كده نضفنا البتنجان ونضفنا كمان الجزريه، شلنا القشره السوداء اللي عليها، وده الفلفل بتاعنا. هنجيب بقى الكبه بتاعتنا وهننزل بالبتنجان بتاعنا، وهنزل كمان بالفلفل بتاعنا، وهنزل بالجزرايه كده. تمام. هنزل كمان بحوالي 3 أو 4 معالق كبار من الخل، وهنزل بمعلقة صغيرة من البقدونس أو معلقة صغيرة من الشبت، وهنزل بمعلقة كمون ومعلقة شطة ومعلقة هريسة شطة، وهنزل كمان بنص راس توم والملح بتاعنا كده. تمام. وده الخل بتاعنا، هنزل برضو 4 معالق كده أو 3 معالق كبار. وكمان برضو ما ننساش نحط 3 أو 4 معالق كبار من الزيت، طبعا عشان انا عامله كميه كبيره والبتنجان بتاعي ما شاء الله كبير، فنزلت ب4 معالق كبار من الزيت. وهننزل بقى بالمكون الرئيسي بتاعنا، مكون رئيسي للوصفه بتاعتنا، فما ينفعش ان احنا نستغنى عنه. هننزل بقى ب3 معالق كبار من الطحينه، وهضرب بقى كل المقادير بتاعتنا على بعضها كده، وده الطبق بتاعنا بقى جاهز. ما شاء الله، عايزه اقول لكم طريقته حلوه قوي، جربوه ان شاء الله يعجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.